الرجاء الرياضي النزول الخضر خوتي خواتاتي هذه المرة في مواجهة حسنية أكادير وذلك برسم ودية نارية ودية حارقة استعدادا للموسم الحالي 2027. خوتي خواتاتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية. الرجاء العالمي الرجاء البيضاوي هذه المرة أو هذا الموسم يسعى من أجل الوقوف على الركائز لأنه سيشارك في كأس الكاف وكذلك في البطولة. للإشارة فالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عافت الرجاء من خوض الدور التمهيدي الأول بحكم ترتيبه على الصعيد القاري، وستكون إذن هذه مقابلة صعبة مقابلة نارية، بحيث أن الرجاء سبق له خلال هذا الصيف أن في الحصص التدريبية أن خاض مباراتين إعداديتين وديتين صراحة لم يكونوا في المستوى المتطلع لفريق الرجاء، وتبقى هذه الودية مع حسنية أكادير الأولى من نوعها لكي يقف المدرب التونسي نصر الدين نبي في تجربة الوافدين الجدد. للإشارة ففي خلال هذا الميركاتو استطاع الرجاء عقد مع 6 لاعبين أهمهم يتعلق الأمر بيونس الدحماني من اتحاد تورقة، وشمس الدين قنديل من نادي المكناسي، وإسحاق الزيداني من نهضة الزمامرة، والبرازيلي والبرتغالي ماريان هوغا والغاني ميكايل. قبل ذلك خوتي خواتاتي إذا كنت جديد معنا في القناة ما تبخلش لنا بالضغط على زر الاشتراك وخلوا لنا لايكاتكم لقناتنا المتواضعة. وبسرعة نعود إلى الموضوع. إذا الرجاء العالمي سيخوض هذه المقابلة المهمة الودية مع مضيفه حسنية أكادير بأبواب مغلقة ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقمان التقنيان. إذا مقابلة مهمة اليوم الخميس 27 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 5 مساء، ولن تنقل المقابلة على أي قنوات، وسنوافيكم بنتيجتها في حلقتنا القادمة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.